عليكم، اهلا بكم في قناة بيبو جيمر. النهاردة عندنا فيديو هنلعب لعبة ايس يعني العيون. فيلا بينا. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم. يلا بينا. هو هنا بيقول ان هو ممكن المحتوى يكون حساس لبعض المشاهدين ان هم ممكن يخافوا. ف يعني لو الناس بتخاف هو ما كانش مرعب يعني صراحة. اللعبة مش مرعبة لان انا جربتها مرة، ويعني انا يعني ما فزتش فيها، لكن انا جربتها ولعبتها شوية لقيتها يعني لقيت الوش ده بيجري عليا، فانا طلعت من اللعبة على طول. احنا دلوقتي هنلعبها ايزي لان انا يعني ما كنتش عارفة العبها صراحة نورمال او اكتر. تمام. انا مش عارفة ليه مش راضي يكمل. اهو اشتغل. هنا دي قصة اللي هو الرجل الغني صاحب البيت ده، اسمه مايلز، السيد مايلز. فهو كان راجل ثري، فهو انا الكاركتر اللي انا بلعب بيه رايح لان هو ياخد بعض الاموال عشان يبقى ثري، لان هو معهوش مال كتير. ادينا دخلنا. هو صراحة يعني الشكل بتاع اللعبة حلو يعني، كده باين كل حاجة فيها. هو احنا بناخد الاكياس اللي هي دي لان هي بتكون فيها فلوس، وبيكون الاماكن اللي هي فيها حاجات دي بتكون بتنور كده. نفتح الدرج ده، ما فيهوش حاجه. كده احنا في الاوضه دي ما لقيناش غير كيسين بس، فنطلع ونشوف بره. بصوا صحيح العين دي اللي هي عند الحيطه دي بتاخدوها، ولما بنيجي ندوس عليها بنشوف اللي هو العفريت اللي هو في الماب ده شايفه يعني هو في انهي مكان بالظبط. اذا كان نازل تحت، ان في دور تحت الدور ده، وفي دور تاني فوق. هو هنا في المطبخ ما لقيناش اي حاجه، مفيش غير هو شويه زباله، المكان فايح طبعا. ايه ده؟ ثانيه، في عين هنا ما خدتش بالي منها. كده معانا اتنين اللي هما الرؤيه. يلا يا ابني اطلع. دي يعني تقريبا يعني اوضه السفرة او حاجه شبه كده. هو ايه رقم واحد ده يا جماعه؟ المنشور ده اللي بيفتح باب تاني كده، مش عارفه بس هو تقريبا فوق الباب ده. كده احنا معانا 4 من 12. مش عارفه ليه انا حاسه ان هو جاي، اللي هو الروز دي لوحديها بس. هو عند الساعه، ايوه انا جاي قريب مني. لا احنا ندخل. آه بصوا، هو لما بيكون قريب مننا فالنور بيقعد يخطف كده، يقفل ويفتح يقفل ويفتح. في هنا 2 رؤية. هو كان عند الساعة دي، كان بيبص ناحية الساعة دي لما احنا شفنا الرؤية. ناخد كويس. بقى معانا 7 من 12. في اهدى بس في رن. اجري اجري اجري. يا لهوي، هو تقريبا كان قريب مننا جامد. هو جاي ورانا ولا إيه؟ يا جماعة شوفوا ده، حتى الفازة اللي على اسمها ايه دي، الفازة اللي على الترابيزة بتتحرك كتير. نزل تحت. احنا شفناه دلوقتي وهو نزل تحت بالرؤية دي. فيلا احنا بسرعة كده نطلع احنا على فوق.
هو صحيح على فكرة الباب اللي هو المقفول ده، اللي هو الحديد ده باب الهروب. فهو احنا محتاجين باقي الفلوس اللي هما لحد 12، ومحتاجين المفتاح. يلا يما، ده الموبايل ده بيرن وربنا مهارات. والله العظيم انا بسبب النور اللي هو بيخطف يفتح ده، انا حاسه يعني مبقتش عارفه انهي اللي بيتاخد وانهي مش بيتاخد. انا فكرت الدولاب ده بيفتح. هو ايه موضوع رقم واحد ده اللي بيجي كده، او اي حاجه كده يطلع لي رقم واحد ده؟ يعني اللي لعبها قبل كده يقول لنا. هو البتاع ده ما بيفتحش اهو، برضه اتكرر تاني رقم واحد ده. هو بيقول عند، مش عارفه، مش واخده بالي كويس، بس هو في الخزانه اللي فوق دي كان فيها بتاع الهروب. وانت فاضل ما وصلت الاكياس المطلوبه منك، وفي اكياس تاني. هو ده اللي انا مكنتش واخده بالي منه في الاول. انا خايفه دلوقتي الاقيه في وشي بجد وانا ماشيه كده، يعني يعتبر فزت يروح قافشني. يا لهوي. كده فزنا والحمد لله. وقصة، يعني هو القصة بيقول ان هو الولد ده راح ياخد يعني فلوس، وهو الراجل ده اختفى من مدة كبيرة وكان سري. كده احنا خلصنا الفيديو، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لي لايك. مع السلامة يا حبايب قلبي.